مساء الخير. اهلا اهلا مساء الخير. فنور. ده احنا لو كنا متفقين على ميعاد ما كناش هنتقابل كده. ايه الفرصه السعيده دي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا زعيم؟ الحمد لله كله جميل. لا انا متشكر جدا. انا مش كل مره هزعجكم فيها بقى. وبعدين انا هقعد على البار عشان خاطر لو كانت ديما هانم عايزه تقابلني كانت كلمتني في التليفون ما معاها نمرتي. كانت مشغوله كتير. لا يا ريت تتفضل معانا، بالعكس ده انا عايزك في موضوع ضروري. اتفضل. خير. اتفضل. ده انا لسه كنت بقنع الهانم دلوقتي على موضوع الاستثمارات في مصر، وبحاول اقنعها بكده، خاصة ان المجال دلوقتي هناك بقى مفتوح، غير خالص اللي بيصوروه الاعلام الاوروبي، انت فاهم؟ لا هو فعلا هو استاذ عماد عنده حق، لان فعلا دلوقتي بقى في مجالات في مصر كتيره جدا ممكن تستثمري فيها، ما كانش ينفع تستثمري قبل كده فيها خالص، خاصة المجالين المعروفين سواء العقارات او السياحة، والمكسب فيهم كبير قوي، يعني الموضوع بيبقى لطيف. استاذنك دقيقه واحده. اتفضل. هات لي السجاير بسرعه. يلا. انا مع حضرتك طبعا، بس انا مختلف شويه بس في وجهه النظر، لانه السياحه والعقارات دلوقتي ما بقتش هي المجالات اللي ممكن تستثمري فيها في مصر، الا بقى لو عايزه تخسري فلوسك. في حدا يحب يخسر يا مروان بيه؟ لا طبعا ما فيش حد بيحب يخسر، ولذلك لو الواحد حابب يحط فلوسه فعلا في حاجه زي كده لازم يبقى عامل لها دراسه كويسه جدا. السجاير يا باشا. ماشي شكرا. تؤمر باي حاجه؟ لا شكرا. فزي ما بقول لحضراتكم كده انه صلاة النبي احسن. كوريا. انا سوري مو من كوريا. مين ياما؟ في ايه يا ابراهيم؟ في ايه ياما؟ دي ايه؟ في ايه اللي جرالك؟ انت متقل شويه ولا ايه؟ معلش يا باشا، بس اصل افتكرتها كوريا، اصلها شبه الكوريين. يلا اتفضل روح استناني في العربيه. يلا ماشي. صدقوني مش مقصود ابدا، وبعدين حضرتك قلتي هتروحي مصر فهتشوفي من الاشكال دي كتير. انا اسف يا أستاذ عماد. حصل خير. ايه ده؟ انت لسه واقف؟ اتفضل روح على العربيه. لا مؤاخذة يا باشا. طب بعد اذنك بس يا باشا، ايه هستأذن ساعة كده لحسن ضربت واحد شاورما وقلب القولون عندك. طب يلا روح يلا. انا بعتذر جدا للمره الثانيه على اللي بيحصل ده، بس صدقوني مش مقصود. فنرجع نكمل كلامنا بقى بالنسبه للاستثمار. ما اظنش ان السياحه والعقارات هم دول افضل مجالين ممكن نستثمر فيهم. سيجاره يا استاذ عماد؟ الصلاة على الصلاة يا ست سوريا، الصلاة على الصلاة. بقى سايبك في مصر كوريا بقيتي سوريا. ايه ده؟ ايه يا اخ انت اللي انت بتعمله ده؟ عايز ايه؟ انت اللي عاوز ايه؟ انا خاطبها، ما تقولي له يا ست سوريا. ده الاستاذ عماد المحامي. وانا هفضل في حضن البقف ده كتير؟ سيبه يا اخ سيب. في ايه؟ عاوز ايه؟ احنا مش قلعنا الدول وخلصنا؟ وماله؟ بس يا بت ده في ايه؟ ده احنا طلعنا جامدين قوي، وريني. ايه ده؟ ده احنا طلعنا جامدين يا بت. اخلع من هنا يا كبداكي، وانا سايبه مصر كلها عشان تنط لي هنا؟ اخلع مين؟ بقى انا سايب الراجل الكبير وجاي لك وتقولي لي اخلع مين؟ امال عاوز ايه يعني؟ انا مش عاوز، انتوا اللي عايزين، انت والراجل اللي مشغلك ده. بقول لك ايه؟ استاذ كنتاكي، انت لو في طريقه محترمه اكتر من كده نتكلم. لا كنتاكي ده عند امك في مصر. بس لو عايزين نتكلم باحترام وماله نتكلم. انت عارفاني محترم، زباله بس محترم. يلا نتكلم باحترام. حاضر يا اخويا. اتفضلوا. يلا. امال كنت عايشه لي في دور عبده موته ليه؟ قولوا بقى على اللي هيشفع فيكم. المصلحه دي بتاعتي، وفلوس مروان دي كلها كانها مكتوبه باسمي في البنك الاهلي، وانا من صغري اللي ينط على لعبتي انط على رقبه امه. يو انت هتاكلهم بالصوت ولا ايه؟ الليله دي مش ليلتك يا كبداكي. وبعدين تعالى هنا، فلوس اللي انت كابشها في عبك دي، ده انت حيلا سواق البيه. سيب الدكتور والاستاذ يشوفوا شغلهم. عايزين نرجع البت، عايزين نطلعها من السجن، البت غلبانه مرميه في مصر. وبعدين بقول لك ايه، انا مش جاي هنا اتخانق معاك على لقمه عشان اكلها منك، انا جاي ارجع الرغيف كله لصاحبته. بص يا ابراهيم، انا هقول لك كلمتين كده بالعقل علشان مصلحتك. لو انت فاكر بطريقتك دي وبحركاتك هتعرف تضحك على مروان تبقى غلطان. يا عم تنيل بقميصك ده، انا مش هعرف اضحك على مروان؟ يعني انت لما تلبس كوريا فستان مفتوح هتوقعه على اسنانه؟ زي ما كوريا قالت لك بالظبط يا ابراهيم، لا احنا جايين نسرق ولا جايين ننصب، احنا جايين نرجع الفلوس لصاحبتها. والنبي يا عم الحاج انت بالذات تسكت خالص، ده انت بالذات مروان معلم عليك مرتين قبل كده، مره لما قلب فلوس الست المحبوسه، ومره تانية لما قلب منك خطيبتك، فما تجيش بقى في اليونان
تستعمل لي احمد السقا. ابراهيم انت انسان مش محترم. يا عم اسكت بقى وخلي ليلتك ام نجوم بدل ما غيم لك وعتم لك ابوها. استنى بس يا نادر نسمع الراجل بيقول ايه. كبداكي في ايه؟ بس اسكت انت كمان. بقول لكم ايه من الاخر كده، المصلحه دي بتاعتي، ها، ولو شفت كوريا مع مروان تاني انا هكب جاز على المصلحه وتولع بينا كلنا. يو هو في يا ابراهيم؟ نعم. هو انت جاي زي ما كنا في مصر وكنت عماله اتخانق معاك عشان تبعد عن الواد طعن والعيال اللي معاه اللي ماشيين في الشمال؟ هو انت جاي كمان هنا تمشي لي في الشمال؟ انت ايه ما بتحرمش؟ حرام عليك يا ابراهيم، عايزين نرجع البت جول اللي مرميه في السجن دي. حرمة عليك يا عشت، حرمة عليك يا عشت، انت لابسالي فستان مفتوح ومشالي مع رجاله ببدل وجاي تتكلمي. بس احنا بقى كوريا لينا بلد تلمنا. والله بقى انت مالكش حكم عليا. مش انت كنت شايفني في مصر ناقصني دقن وشنب؟ خلاص يبقى انا حره بقى بكيفي بشوق اعمل اللي انا عايزاه. الجزمه في اليونان، لا. والمصحف في الجزمه في اليونان. ده احنا في غربه يا ابراهيم. ماشي انا همشي، بس بقول لك ايه يا دكتور، انت عارف خطيبتك فين دلوقتي؟ في المستشفى بتسقط عيل ابن حرام من مروان. ده مجنون ولا ايه؟ ما هي مش بالبدل، لا مؤاخذه مش بالبدل. عارف لو بالبدل كان زمان مندوبين المبيعات ماسكين العالم. بصوا بقى، الواد ده فاكر نفسه صايع وهيعرف يضحك على واحد زي مروان. بس ما تستهونش بيه قوي كده، كبداكي جن برضك، ولو قشط مروان قبلينا البت جول مش تطلع في سنانها السود. انا شايف انه انسان حقير ولازم نخلص منه، نديله قرشين ونبعده عن مروان بدل ما يبوظ لنا كل حاجه. يو طب انت بتشتمه ليه دلوقتي؟ ليه بتشتمه في غيابه يعني؟ اما يبقى في وشك يبقى اشتمه براحتك. كبداكي ناقص لكن جدع برضه. والنبي اهدوا علينا بس انتوا الاتنين، خلونا نفكر في طريقه نجيب الواد ده في صفنا، نديله قرشين ونبعده عن مروان خالص. وليه نبعده؟ اسمعوا مني بس، انتوا هاتوهولي وانا استفرد بيه ونديله قرشين، ساعتها هيبقى معانا. مش هو بيشتغل سواق لمروان؟ اهو برضك يبقى عين عليه. وبعدين الواد كبداكي ناقص لكن ما يبيعش كوريا ابدا. بعد كل اللي قاله انا مش فاهم بتحب ايه في البلطجي ده؟ يو ايه النفسيه دي؟ كوريا، الواد ده احنا لو اتفقنا معاه تضمنيه؟ كبداكي برقبت. مفيش يا باشا. واحنا صغيرين كان في واحد صاحبي ابوه كان عنده تاكسي، كنا دايما نعلق التاكسي من ابوه ونطلع نشقط بين السواق. شاي يا ابراهيم، واتعلمت بقى تخش يمين؟ ايه يا باشا لا مؤاخذه؟ اتعلمت تلف الدركسيون وتخش يمين؟ اه يا باشا، يمين وشمال. طب خش يمين خش. ماشي يا باشا. ابراهيم ده نمره. خش شمال يلا. تمام يا باشا. دوس فرامل واركن على جنب. لا يا ابراهيم ما تعملش كده، ده هيموتنا. يلا حبيبي انزلوا. حرام عليك يا مروان، والله احنا ما عملنا حاجه. وبعدين انا كنت هحكي لك على كل اللي ناوي يعمله. والله العظيم صدقني يا مروان عشان خاطري طيب. انزلوا يا باشا. انزلوا بهدوء كده. يلا يلا. طب عشان خاطري والله العظيم ما عملت. يلا طيب ماشي. ليه كده يا ابراهيم؟ ليه كده؟ الله، هو انا يعني عشان عاجز تقوم انت تجري؟ انا مش هعرف اجري وراك. ماشي يا هيما. عارف يا ابراهيم، انا اتولدت من الوراق عند حته كده اسمها مصنع الكراسي. ما كانتش معروفه بس احنا اللي شهرناها. عارف ليه؟ عشان لما كان عيل يضايقنا ولا حاجه كنا ناخده ورا مصنع الكراسي ونعلم عليه. بس بعدها بقى مبقتش العب مع العيال، بقيت احب العب مع كبار عشان انا بعرف العب. كسبت 50 مليون، سبت الوراق وسبت مصر وجيت قعدت هنا. فاكيد مستحيل ان انا اكررها تاني والعب مع عيال زباله زيهم. والله العظيم انا كنت هقول لك، وكنت هقول لك على ابراهيم وناوي يعمل معاك ايه، بس
يعني ما جاتش الفرصه والله. حبيبي حبيبي، هو مين قال لك ان انا عايز اعرف منك حاجه؟ ما انا عارف من اول كل حاجه من ساعه ما كنت في مصر ومعاك المحمول اليوناني بتاعي، وعشان انت جاهله وغبيه مش عارفه ان انا كنت عامل رومينج. يعني ايه يا هيما؟ ها؟ رومينج يعني تجوال، وتجوال يعني دولي. بما ان حضرتك في التجوال قافله الموبايل بترد عليا الرساله بتاعت الشبكه المستضيفه، يعني انا اول ما اتصلت بيكي على المحمول اليوناني بتاعي اللي معاكي في مصر، ردت عليا اميره الامراء وقالت ايه؟ هذا الرقم ربما يكون مغلقا. والله كان ليها وحشه. عارفه لو كان الموبايل مفتوح كنتش عرفت انت فين. فاتت عليكوا دي صح؟ فاتت عليكوا. والله العظيم مش انا اللي عملت كده، ده ابراهيم هو اللي قايل ان انا اعمل كل الكلام ده والله. واطيه، يلا يا واطيه. شفتي يا ايما؟ شفتي نجوان عايزه تلبسك ازاي؟ واطيه هي بقى ولا مش واطيه صح؟ نجوان طلعت واطيه صح؟ بقول لك يا باشا، الحوار ده بينكم وبين بعض انا ماليش فيه. انا لا اعرف نجوان دي ولا شفتها الا لما خبطت عليكم باب الشقه. هي حاولت تلف عليا صحيح وانا استعبطت، غير كده ما اعرفهاش. بص عليك يا ابراهيم، انا فاكرك عيل ذكي بفكرني بنفسي انا الشقه قبل ما اعملهم، تطلع عيل اهبل. يد انا عارف من ساعه ما خبطت الشقه وراها انك معاها، يعني نجوم ما بتتصرفش كده من دماغها ابدا، وانا كان كل اللي هاممني هي بتتصرف بدماغ مين. يا باشا بقول لك ما اعرفهاش، روح شوف هي بتفكر بدماغ مين. خرجوني من الحوار بتاعكوا ده. ما تصدقوش يا مروان، والله العظيم ده عيل كذاب والله. انا بقى عامل الفيلم ده كله عشان اشوف اللقطه دي، وكل واحد فيكم بيبيع التاني، ولا كلكم كلكم موضوع الوصل ده كوم. لا 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 كانت حلوه، يعني الوصل في الشنطه تتسرق يجي لي فيعرف العنوان. لا 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 مرعبه. بس اللي انا عايز اقوله لك بقى ان الوصل ده كان قديم جدا وانا راميه في الدولاب، وقبل ما نجوان تسافر مصر، يعني هي ما تعرفش بيه حاجه. كل ما في الموضوع خدته حطيته في الشنطه عشان تعملوا الفيلم العربي ده. عارفه يا نجوان، انا شاطر. انا شاطر. برافو برافو مروان، برافو. عارفه انا سبتك ليه قبل ما تجهضي فتره؟ عشان دي الحاجه الوحيده اللي كانت شغلاني، وقعدت فكرت فيها يا ترى الواد اللي خبطت ده ابني ولا ابن ابراهيم. عشان كده قعدت افكر لغايه ما وصلت الحل. قلت لو قلتيلي على علاقتك بابراهيم يبقى ابني، ولو ما قلتليش يبقى مش ابني. انت ما قلتيش. والله العظيم وربنا ده كان ابنك والله. لا فلتت منك دي يا باشا، انا ما لمستهاش. ممكن يكون عندك حق كده، انت ابتديت تفهم تبقى شاطر، لان فعلا نجوان مش رخيصه كده. بس كده يبقى الموضوع اوسخ، لان ازاي يبقى في بطنها ابني وتتفق مع حشره قذره زيك؟ لا ما تقولش كده. طب حتى اساله، انا قلت له ايه؟ انا قلت له لو ما بعدتش عننا وعن حياتنا انا هبلغ مروان بكل حاجه والله العظيم. بقول لك ايه يا باشا، ما المسامح كريم، ايه رايك؟ احنا غلطنا وانت الكبير، والكبير بيسامح. مشكلتك يا ابراهيم انك حسسني، وعارف ان انا طيب، عشان كده انا مش هقتلكوا. انا بس هعمل فيكوا زي ما كنا بنعمل زمان، هعلم عليكم زي ما كنت بعمل في العيال ورا مصنع الكراسي. عشان خاطري حرام عليك. يلا حرام عليك. يلا. صدقيني ما كانش مقصود، بس انا كنت عايز اشوفك واكلمك
ما قدرتش امسك نفسي ابدا لما عرفت ان انت ساكنه معايا في نفس الاوتيل. حصل خير. أهلي بالشام متشددين مثل ما بنسمع عن الصعايدة عندكم بمصر، وأنا متربية على هيك ما بيجوز أغيره. انعم واكرم، بس غريبه قوي ان اخواتنا في الشام يبقوا متشددين قوي كده. بس عموما انا غلطان، عشان كده ارجوكي ارجوكي اقبلي اسفي. حصل خير. عظيم، يلا اتفضلي اشربي. شكرا ما بدي. لا ما تقوليش ان انت ما بتشربيش. مفيش بيزنس وومن في الدنيا ما بتشربش. يلا ما بشرب كتير. يلا عشان خاطري المره دي بس، يلا اتفضلي. خليها احسن. شو هي المعلومات الخطيرة اللي بدك تقلي إياها؟ بص يا ستي، انا في البيزنس ما بعرفش ازوق الحقائق، لاني عارف ان البيزنس ده عامل زي الرصاصه، يا تصيب يا تخيب، ما فيهاش تهريج. عشان كده انا حاسس ان الموضوع ده فيه نصبايا. نصبايا؟ شو نصبايا بعيد الشر؟ الموضوع بتاع المنتجع السياحي اللي انت عايزه تفتحيه في الساحل الشمالي في مصر. في نصبايا كبيره، ومش اي نصبايا، دي نصبايا كبيره قوي. شو؟ انا لما جمعت المعلومات مع بعضها بصراحه كنت لازم انبهك، مش عشان خاطر بس انا خايف عليكي، لا، عشان خاطر حس الوطني، عشان اللي هيخدعك ده مصري، وما ينفعش انت تاخدي صوره ان المصريين كلهم وحشين. لا خالص، المصريين حلوين وحلوين قوي، واي حد يعمل غير كده كده يبقى استثناء عن القاعدة. مصر ام الدنيا يا زلمه. عماد ناصف دوت ما زارش مصر من 8 سنين، يعني ما يعرفش اي حاجه عن مصر. والمبالغ اللي حاططها لك في الميزانيه دي مبالغ كبيره جدا ومبالغ فيها، وانا لما جيت حسبت الاحتمالات لقيت ان انت هتخسري بنسبه 500%. يعني لو حبيتي تكسبي اي قرش مش هتكسبي اقل من 10 15 سنه عقبال ما تعرفي تكسبي. بالتالي ده هيعمل لك هدك كبير جدا في راس المال، ودوره راس المال هتلاقيها حصل لها انها تقف. مالك يا ديما؟ في ايه؟ انت عينيك وجعاكي؟ مالك؟ عامله حاجه ايه؟ لا مو معقول. أنا وصيت المكتب تبعي بالشرق الأوسط وأكدوا لي إنه المشروع لوز اللوز. لوز اللوز؟ نعم. ايه لوز اللوز دي؟ ايه؟ مو هيك بتحكوا بالمصري؟ الافلام فظيعه. لا فعلا احنا بنحكي في المصري كده. بس انا عايز اقول لك حاجه، انت لو عايزه تستثمري فعلا ما ينفعش تستثمري في مصر. هم 3 دول اللي ممكن تستثمري فيهم، لندن والمكسيك واليونان. هم ال3 دول دول، وانا عندي افكار كويسه جدا ان احنا نعرف نستثمر فيها فلوسنا في الدول دي ومكسبها سريع جدا. لكن مصر لا، ما تحطيش فلوسك في مشروع خسران. والله ما بعرف، بفكر وبخبرك. بس المشكلة إني عملت كتير استعدادات من شان مصر، بس بفكر. احكي في الاخر يا شيخ جاسم، والضربه اللي ما تقتلش كبداكي بتقويه. يا حلوكم يا مصريين، عندكم امثال حق كل شيء. عارف يا شيخ جاسم، خير يا كبداكي؟ الواد مروان ده برنس، دماغ ابن الكلب. صحيح مصر ولاده. كبداكي الحين انت بتقنعني انك معجب في مروان؟ طبعا، ده انا معجب بيه جدا كمان. اصل انا يا شيخ جاسم بشجع اللعبه الحلوه. هو صحيح جاب فيا جون وفي المقص كمان، بس الماتش لسه ما خلصش. كبداكي مروان هذا خطر، فاهم؟ لازم يموت. انا تصير حياتي في خطر اذا عاش مروان. انا لازم اقتل مروان علشان انا اعرف انام وارتاح في حياتي. ماشي، بس اتقل سيكا على الموضوع ده، عشان في مصلحه عايز اطلعها منه الاول، وبعد كده هسلمه لك تشطفه كيف ما بدك. بس انا ليه عندك طلب يا شيخ جاسم؟ خير امر. السكه هنا ما بقتش امان. انا عاوز لما نرجع مصر تاخدني تحت دراعك. كبداكي وهذه اللي خليتنا نوقف يمها ونقطع لها تذكره، ها؟ هذه عقرب ما تتأمن. مش عشانها، عشان امها. ست غلبانه وعيانه، خليها ترجع لها. وكبداكي راجل يا شيخ جاسم، ما يبيعش حرمه من بلده في الغربه ابدا، حتى لو كانت واطيه زيها. والنعم فيك. متشكرة يا ابراهيم، كتر خيرك. والله لو مو علشان كبداكي
كان دفنتك انت ومروان في تابوت واحد ودزيتكم حق رب العالمين علشان يحاسبكم على اعمالكم القذره. اتكلي على الله يا نجوان، شوفي طيارتك وارجعي لامك وما توسخيش تاني، مع اني عارف ان ده دق فيكي. صحيح اللي ما يلاقيش قله الاصل برشام يضربوا حقن. الله يخرب بيوتكم، ده شربني منكر اللي هتولعوا في نار جهنم قادر يا كريم. منكر؟ معلش مفيش مشاكل. مش مشكله ايه بس، ده بينجس البق 40 يوم. يا ستي اغسلي اسنانك بالمعجون كويس وانتهينا. اغسل سناني ليه ان شاء الله؟ ناقص تقول لي اغسلي رجلك قبل ما تنام، وانت بتكلم بنت اختك يا اخويا. اسمعي يا كوريا، احنا خلاص قربنا نوصل اللي احنا عايزينه. المره دي قال لك هشاركك في اليونان او في الدول اللي ما فيهاش تسليم مطلوبين. المره الجايه هتقفلي معاه على اساس انك رايحه مصر وتسيبيه خالص وتعملي نفسك مش مهتميه بيه تماما. والنبي اعمل ايه دلوقتي في بق؟ الله يسامحه، انا حاسه ولا اللي بسها كلب اسود واجرب. طب اقول لك على خبر يفرحك. قول اخويا بدل ما انا متنكده كده ليل نهار. هايدي جولي مالها؟ صدر لها قرار افراج. والنبي جد؟ يا الف نهار ابيض، يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله. طب بقول لك ايه، احنا بقى ننزل على مصر؟ هنفضل مرزين هنا نعمل ايه؟ نرجع مصر نعمل ايه؟ ده قرار افراج بكفاله، يعني هايدي لسه في خطر ولازم نرجع مصر بسرعه بالفلوس قبل ما يتحكم عليها. بس يلا مش مهم، المهم انها بصمت على الاسفلت بجزمتها عقبال ما تاخد البراءه الكبيره يا رب. ماشي يا اخويا، يلا سلام بقى. سلام 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 اخويا. مفيش فايده، ما احنا في بلد اجنبي بقى، ما هي سلطه. هنفضل رايحين جايين لبعض في السويطات. ماشي والنبي لا اديك وش المره دي. انت ما بتفهم يا ستي كداكي اللي جرالك اللي دهولك كده. تعالى يا كوريا، تعالى يا اخويا تعالى. ده انا اكلت علقه يا كوريا. من مين يا اخويا؟ ما كلهاش حمار. سلامتك يا اخويا سلامتك. طبعا وكشفنا انا ونجوان وطلع علينا كلاب. نجوان رجعت على مصر وانا قاعد له هنا. اتاري الدنيا دي بحر يا كوريا. قالوا احنا اللي فاكرين نفسنا سمك كبير، اتارينا بولتي في وسط الحيتان اللي بره. بس انا قاعد له مش هسيبه، مش هرجع مصر غير لما امحيه من على وش الارض. يا لهوي يا يا لهوي، استرها علينا يا رب. طب اقول لك ايه يا اخويا، ما تأثر الشر وترجع على مصر، مش وقت طار دلوقتي، انت حياتك برضو مهمه مهمه يعني. طب وانت يا كوري، هسيبك هنا ولا انت عجبتك القعده في الفنادق وسط الرجاله ام بدل دي؟ هو انت بتغير عليا كبداكي ولا ايه؟ غير ايه؟ غير ايه وهبل؟ غير ليه؟ كبداكي ده ارجل من اي راجل. لا غير ايه؟ بغير. ايه المشكله؟ بغير. يعني عرفت يعني ان كوريا مش زي كبداكي؟ عرفت ان الهدمتين الرجال اللي الواحده بتلبسهم وهي بتشتغل في الشوارع عشان بس تتدرى من عيون الناس؟ اسره، انا قاعد هنا في ظهرك حمايه ليكي لحد ما الافات اللي معاكي دول ياخدوا الفلوس وننصص معاهم، لان البنك ابو خزنتين يا كوريا بيشيلوه 2. قول كده بقى. اتاريك داخل عليا بالحنين وبالسهوكه، اتاريك عشان تنصص. ايه المشكله؟ وايه المشكله لما نص؟ لو ما نصصتيش مع كبداكي هتنصصي مع مين؟ اللي ياكل لوحده يزهق يا كوريا. يا راجل انت الحرام في دمك، انت ما بتزهقش منه. ليه يا كبداكي؟ لا عايزنا نعمل كده مع ناس ما شفناش منهم العيب، دي ناس نظيفه. اقول لك على حاجه، ارجع على مصر، ارجع على بطن البقره يا كبداكي، وانا اول ما اجي ننصص ونعمل اللي انت عايزه. قول لي عند التاني حاجه ياخدها. بطن البقره يا كوريا، البقره ماتت خلاص، انا فيها لخ فيها، انا ياكل نص الفرخه دي يا الا محدش هيدوق ريشه. انا تليفون صغير لمروان يبوظ الليله دي على نافوخك. طب وانا بقى مقطعه البطاقه كبداكي ومش لازماني. واقول لك على حاجه، من غير تليفونات، سي مروان بتاعك ده في السويت اللي جنبينا، روح له قول له على الحوار كله ولا يهمني، خليه يجي يقتلني. ولا اقول لك بردك تعالى انت اقتلني بداله عشان هو يفضل بيه ما يوسخش هدومه. تمام كده اهو؟ يعني ده اخر خط الكلام معاك يا كوريا؟ يا كبداكي مات الكلام. ده مات واتدفن وخدنا فيه العزا كمان، الفاتحه على روحه بقى. طب تعيشي وتفتكري يا كوريا. تعيشي وتفتكري يا اختي. الاكل هنا في منتهى الجمال. بس ما فيش اطعم ولا ألذ ولا اجمل من البنات السورية، قصدي من الاكلات السوريه. بصراحه اكلهم لا يعلى عليه. انت بقى بتحبي ايه؟ بتحبي الفتوش ولا المكدوس ولا خبز الصاج؟
بحب اطبخهم كلهم، وخصوصا خبز الصاج، انا شاطره فيه كتير، بعمله منيح. ياه، ايه بقى معقولة واحدة زي القمر زي كده بتخبز بإيديها؟ طبعا. قلتي ايه بقى في اللي انا قلتهولك؟ مالك في ايه؟ فكرتي في اللي انا قلتهولك؟ ايه فكرت. ها ايه بقى؟ لسه ما اخدت قرار. ليه بس؟ انت عارفة انا جات لي فكرة ب1,000,000 جنيه. ايه رأيك نفتح سلسلة مطاعم للأكل السوري في اليونان، ونبدأ من 50 ل 100 فرع مرة واحدة؟ صدقيني هنكسر الدنيا. لا ماني متحمسه. ليه بس مش متحمسة ليه؟ الله، وبعدين دي فكرة حلوة جدا، وبعدين الحاجات الفولكلورية دي بتشد الناس هنا قوي. شوف، أنا عندي خبراء وشركاء ممكن أستفيد منهم بكل أنحاء العالم. لكن هلأ بدي أشتغل بمصر. المكتب تبعي بالبرازيل بيشوف إنه هاي أفضل فرصة حاليا. طب أنا مش فاهم مصر ليه يعني؟ طب ما أنا وأنتي هنا اهوت مع بعض، وممكن يعني نكسب هنا برضو. لأنه هي بلدي التانية، وهي كانت أمنية والدي. وبعدين أنا ما بحب الشراكة. السبب الوحيد اللي ممكن يخليني أشارك واحد مصري لو راح يساعدني بمصر. وبكل الأحوال أنا خلص جهزت كل شيء لحتى أروح على مصر، وكتير مشتهية أشوف إذا كانت مثل ما بتطلع بالأفلام. يا ديما انا بصراحه مش موافق. الافلام حاجه والواقع حاجه تانية. اسمحي لي يعني ان انا اقول لك ان انا مش موافق، لان انا مستحرم ان انت ترمي فلوسك كده، مش معقوله. انا من رايي ان انت تاجلي خطوه مصر دي لغايه ما انا افكر كده واجيب لي 5 6 افكار، وهكلمك في التليفون ونحدد قعده تانية، وانا متاكد جدا ان انا هقنعك في القعده دي. إن شاء الله. بفكر. أشهد أن لا إله إلا الله. ايه اللي انت عاملاه بنفسك ده يا كوريا؟ طالعه من الحمام على هنا على طريق ده. يو، وانا مالي خال؟ مو اللي بيلبسوني كده وانا اعمل خوي يا مالت. ماشي. استنى خال. الو، ايوه يا ديما، ازيك؟ عامله ايه؟ وحشتيني كتير. الو، ايه الدوشه اللي عندك دي؟ انا هون بمصر، هي دوشة مصر. الله عليها، الله يحميها، بتاخد العقل. عقلي ايه المسلسل السوري اللي انا بسمعه ده؟ يلا خال، غطي نفسك ما تمشيش معانا، بطلي فضايح، تعالي. انت اهبل ياض يا كبداكي ولا عبيط؟ عامل ناصح ومفتح وفرق علوز، بتتنطط يمين وشمال، وانت في الاخر محبوس في علبة صفيح قد علبة السجاير. كل ما تنط نطة تروح مرزوع واقع مدروخ، شوية وتقول عيب انا جدع، وتقوم تنط تاني وتروح مرزوع تاني، لما يدي منظرك في الاخر متكحول ومتكحرت، ومفيش في جيبك 20 بلبل مصري ولا يوناني، وقاعد مع واحد راجل شيخ بيعطف عليك ولا كأنك عويل. كان فيها ايه يعني لو فضلت قافش في ايد البت كوريا لما مدتها لك 1,000,000 مرة؟ مش بدل ما انت واقف لوحدك في اخر الدنيا خسران كل حاجة، بلدك ومزتك وعيشتك اللي كنت عايشها برنس على شوية عيال شبهك. لا، الحكاية كده مش جايبة همها. انا لازم ارجع مصر، لازم ارجع. هنسافر سوا، احنا اسبوعين وننبسط. سي سكين اون فو انو ريفيان، نرجع تاني. هو ابوه كده فاكر نفسه ايه يا اختي؟ مهند. مروان تاني؟ ايوه سي زفت. انا هكلم نادر. وي. الو. ايوه يا نادر. ازيك يا هايدي، عامله ايه؟ كوريا عامله ايه؟ كويسه؟ والله وحشتني جدا، وقتينا وحشه جدا من غيرها. اسمعني يا نادر، كوريا دلوقتي بقالها عندي اسبوعين، ومروان كل يوم عمال بيتصل وهي ما بتردش عليه، وانت كل ما بكلمك بتقول لي اطمني. انا خلاص الجلسه بتاعتي اتحددت، مش مستعده استنى لغايه ما الاقي نفسي محكوم عليا. بقول لك ايه، ابو طالب بيه وكوريا عندك؟ عندي. ليه، في ايه؟ طب افتحي السبيكر يا هايدي من فضلك، وخليهم يسمعوني وانا هفهمكم على كل حاجه. طيب ماشي. وي. بابي. تعالى يا بابي دقيقتين. حاضر. انا كان لازم استنى وقت مناسب بعد ما كوريا رجعت مصر علشان اتاكد ان مروان اقتنع انه ممكن يطلع من وراها بمصلحه كبيره. دلوقتي يا كوريا لما مروان يكلمك لازم تردي عليه، وانا هحفظك تقولي له ايه بالظبط.
وكمان انا اتاخرت علشان لما اظهر لمروان ما يشكش ان في اي علاقه بيني وبين كوريا. ايه هتظهر لمروان؟ انت كده هتبوظ كل اللي احنا عملناه. ولما انت يا اخويا ينفع تظهر له؟ ما مرمطني معاك ليه من اولها؟ يا جماعه اسمعوني بس، مروان دلوقتي هيتجنن علشان يرجع مصر. نفسه مثلا ينصب على كوريا في 100 مليون دولار، وطالما هو عايز يرجع انا بقى هرجعه. واول ما يجي مصر هيتقبض عليه وياخدوا منه الفلوس وكوريا تختفي. لا طبعا مروان مش عبيط، قبل ما يرجع هيكون محول كل فلوس البنك من هناك وهيخلص كل الاجراءات القانونيه بتاعته علشان ما يتقبضش عليه لما يرجع مصر. ايوه يعني انا كده ابقى خلصت؟ طبعا لا، انت هتظهري له تاني بشخصيه ديما عباس وهتدخلي معاه في مشروع احنا هنرسمه لك، وبعد ما تاخدي كل الفلوس اللي معاه هيكتشف ان كل الكلام ده كان بلح. يعني هو كده مش هيبقى عبيط. انا هقول لك على حاجه يا نادر، مروان استحاله يرجع مصر. ادينا بنحاول يا هايدي، يعني هنعمل ايه تاني؟ ولما كل المحاولات دي تبوظ انا اللي هترمي باقي عمري كله في السجن. ما تخافيش يا بت يا جول، انا عمري ما هسيبك برضه تتسجني بعون الله. وبعد اذنك يا ابو طالب بيه، انا محتاج حضرتك تروح للاستاذ ماجد محمود المحامي بتاع مروان. ماجد ده أزبل محامي في مصر، ومع ذلك أنا بحبه. عايزني أقول له إيه؟ هتقول له إن الدكتور نادر عارض عليك إجراءات مهمة جدا بالنسبة لك في القضية، وإن هو مرضيش يتصل بيك مباشرة عشان ما تقلقش، وخد الطريق الرسمي عن طريقي باعتباري المحامي بتاعك، وبيقول لك خد كل ضماناتك لتأمين نفسك، وهو هيسافر لك اليونان مخصوص علشان يقعد معاك مش أكتر من نص ساعة. ليموزين يا باشا، ليموزين 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 يا باشا. انت اطرش ولا مالك؟ لا مؤاخذة يا باشا، حضرتك عايز ليموزين؟ لسه فاضل تك على الليموزين. الساعة كام في ايه؟ الساعة 8:30. هو موقف الميكروباصات اللي بيروح الهرم فين؟ نعم موقف ميكروباصات؟ موقف. انزل بقى تحت الموقف بقى، دور على الميكروباصات تحت بقى. زي ما رحت زي ما جيت اكداكي. عارفه يا كوريا؟ ايه؟ كنت قلقانه عليكي قوي وانتي في اليونان. لا يا اختي، تلاقيكي كنت خايفه لبوظ لك اللعب. لا بالعكس، انتي اول ما سافرتي كنت حاسه ان انا انانيه قوي، يعني ان انا بعرضك لكل الخطر ده عشان مصلحتي. كنت بفكر كل يوم اكلمك واقولك ترجعي. ما اتكلمتيش ليه؟ عشان كنت حاسه انك مش عايزه ترجعي وتسيبي ابراهيم، وعشان لما الفلوس ترجع حياتنا هتتغير، خصوصا يعني انها ما بقتش من حقي انا لوحدي. يا اختي تغور الفلوس، المهم البني ادمه اللي قاعده قدامي بقلبها عليا. انت فكرك يعني قعدتك عندي ومشيتك من هناك دي كده كانت بالسهل؟ ده انا حسيت ان حته من قلبي بتتخلع وانت ماشيه كانك اختي. ما هو ده اللي خلاني اقول لنفسي انا لازم اقف جنبها لحد ما اطلعها من اللي هي فيه، حتى لو كانت يعني تستخسر فيا الحضن بعد الغيب. انا بقى من زمان كان نفسي يبقى لي اخت، كنت بتعامل مع نجوان زي اختي لحد ما خانتني، ولما وقعت محدش شالني غيرك، مع انك ما تعرفينيش ومش عايزه مني اي حاجه. هقولك على حاجه يا كوريا، انتي البني ادمه الوحيده اللي بجد اللي عرفتها في حياتي. صحيح يعني كنت بستغربك جدا وبتضايق من طريقتك واسلوبك معايا، بس يعني من جوايا كان نفسي تحبيني زي ما انا بحبك. يا بنت وانا لو ما كنتش بحبك كنت هقعدك معايا القعده دي كلها وانا عارفه ان ممكن ارجع القناطر من تاني؟ كنت هكدب على الحاره كلها حتى على كبدكي، كنت هقابلك على سندس، كنت هنيمك على فرشه ابويا وامي وناكل كلنا من طبق واحد وانا ما بحبكيش. يعني انت بتحبيني بجد يا كوريا؟ طبعا يا جول، ده انت جول. الو. ايوه ماجد، بقول لك ايه،
انا عايزك تكلم نادر علم الدين وتتأكد من المعلومات اللي هو بيقولها، ولو صح عايزك تخلص انت كل حاجة. ماشي؟ ايه ده؟ وانا من امتى باكل عليك فلوس؟ الله جرى ايه؟ وبعدين اديني جايب لك شغلانة جديدة بفلوس جديدة، ما تهدى. وعايزك في حاجة تانية، عايزك تشوف لي الدنيا بتاعت ابو طالب وهايدي ونجوان بيعملوا ايه، بيتصرفوا ازاي، بيروحوا فين. مش عايزك كعبل في اي حد فيهم لما اجي مصر حتى ولو صدفة. ماشي؟ انا كان مالي ومال الشحطاطه السوداء اللي انا فيها دي، يعني كان لازم اعمل في امها جدعه. يخرب بيتك يا جولي على بيت اليوم اللي شفتك فيه. يا ربنا. الو. الو. ايوه يا ديما، ازيك؟ عامله ايه؟ اهلين. ايه مال صوتك؟ معلش كنت نايمه. انا اسف جدا ان انا اتصلت بيكي في وقت زي ده، بس في الحقيقه انا بحاول اكلمك كتير جدا من ساعه ما سافرتي وانا مش عارفه اوصل لك. معلش كتير زحمه الوقت. بقول لك ايه يا ديما، انت عملتي ايه في المشروع بتاعك؟ خلصتي؟ مو بشكل نهائي بس عوشك. طب انا في حاجه كده بقالي فتره بفكر فيها بصراحه. كلامك كل اللي انت اتكلمتي فيه عن مشروع وعن مصر شغل دماغي جدا، وانا حابب ارجع بلدي واشتغل فيها تاني. فايه رايك اشاركك في المشروع بتاعك؟ منيح، كتير منيح. طيب لو انت موضوع التوقيعات والاتفاقيات ده لسه ما خلصتيش فيها، استنيني شويه كده لغايه ما اجي. مو بعتقد بقدر. انا ملتزمه بمواعيد. انا مش طالب منك كتير، يعني انت بس استني شويه صغيرين وانا هكون جايلك في اسرع وقت ممكن. بشوف الله بيسهل. عظيم. طيب انا مش عايز اعطلك، يعني لو الموضوع متيسر كملي فيه، وانا لما هرجع لك ان شاء الله مش هسيبك، هشاركك يعني هشاركك. الله بيسهل. سلام. سلام. أنا كنت ضحية عملية نصب اشتركت فيها أغلى واحدة في حياتي، مراتي وأبوها والمحامي بتاعها. يا الله، كيف هيك؟ طبعا أنا مش المفروض عليا إن أنا أقول لك حاجة زي كده، بس أنا وش معروف هنا، عشان كده أي حد كان ممكن يشوفك معايا يقول لك كلام عليا اللي بيسمعوا في الإعلام، عشان هم كانوا قادرين إن هم يسربوا المعلومات الغلط. عشان كده أنا حابب أقول لك الموضوع ده من وجهة نظري. أنا ما بصدق الإعلام. أنا ومراتي هايدي طبعا أنا طلقتها قبل ما أهرب من مصر، كنا شركاء مع بعض في مشروع القنوات الفضائية ده اللي أنا هعرضه عليكي، وقدمنا ضمانات كتير للبنك، منهم نصيبي في مصنع المراتب، وكان القرض باسمها. وبعد ما خدنا الفلوس وخدنا القرض فوجئت ان ابوها والمحامي بتاعها حولوا الفلوس كلها بره، وانا ما عرفتش اعمل ايه. انا لقيت نفسي لوحدي، قررت اني لازم اهرب لغايه ما اقدر اثبت براءتي. يا الله على البشر، كيف المرة بتخون زوجها كرمال المصاري؟ أنا ما كنتش قادر أجي بلدي، حاولت يا مصر ما كنتش قادر أجي، بس الحمد لله قدرت أدفع للبنك كل القرض، وهي كمان طلعت براءة، دلوقتي بتتمتع بفلوسي من غير أي ذرة إنسانية أو حب. يا الله، انت شو مظلوم. بكرة الله بيعوضك خير وبيرجع لك حقك. أنا عارف
انا مؤمن، ولولا واثق ان انا مؤمن ما كنتش وقفت على رجليا. بعرف باين عليك الإيمان. عشان كده انا واثق ان مشروعنا ده هينجح وهكسب منه كل اللي خسرته. بالعكس انا هبقى احسن من الاول مليون مره. إن شاء الله إن شاء الله. قديش برأيك بتكلف شبكة القنوات هاي مبدئيا؟ 150 مليون دولار او يورو حسب يعني. منيح. بخلص بكرة من وجع الراس تبع المصنع يلي رايحته وبنفضل هاي القنوات. عظيم عظيم. واسمحي لي بقى بما انك خلعتي عماد، يعني عماد مشي، بما اننا شركاء دلوقتي فانا اسمحي لي يعني ان انا اجي معاكي كمرافق للمصنع يعني، او اعتبريني يا ستي مستشار. بيشرفني كتير. هو انا ماليش عندك ولا ايه؟ انا لا عايزه اشوفك ولا عايزه اعرفك، لولاش بس انك قلت لي انها مصلحه تخص جوليا انا كنت جيت لك ولا عبرت. طب عينك في عيني كده. فاكره كوريا اول مره شفتك فيها؟ فاكر كنت لسه جاي بطن البقر، وكان يوميها في عيال صيع بيعكسوني، اتخانقت معاهم وضربتهم اما قطعتهم ووصلتني لحد البيت، مع اني قلت لك سيبهم وانا اقطعهم بسناني، بس انت قمت بالواجب. كانت اول مره احس ان ليا ظهر من بعد ابويا الله يرحمه. بس انا كلتهم على بنت حرام. قيمة عصب يا بنت، عصب. عارفه يا اخويا. هو انا من ساعتها يا كوريا قلبي ما بقاش بتاعي، يلف ويروح ويجي ويركب تكاتك واتوبيسات ومكن، بس ليه راجع في الاخر؟ لازم يا كوريا اخر اليوم يجي يجرش عندك. كان بيجرش عندي يا هي، بس خلاص قلبك اللي غالي عليا ده انت رميته على فرشه في الشارع، بقيت لازق عليه ورقه كده اهو بتقول للبيع، عمال تنادي عليه في اللي رايح واللي جاي يمكن حد يشتريه حتى لو كان بالرخيص. عارفه يا كوريا، انا قعدت اسبوعين في عز عند اللي اسمه جاسم ده، عرفت ساعتها ان التقيله في بطن البقره بالدنيا وما فيها، وشفت نسوان رخيصه، نسوان تعمل اي حاجه عشان خاطر الفلوس. عرفت ساعتها ان واحده بس في حياتك بفلوس الدنيا كلها. وشفت نسوان حلوه يا كوريا، نسوان تحل من على حبل المشنقه. عرفت ساعتها ان النظره في عينك نعمه من عند ربنا. ورب العزه يا كوريا، انا كل كلمه قلتها لك دلوقتي خارجه من قلبي، ما عدتش على ولا حاجه. انا بحبك قوي يا كوريا. بجد والنبي يا هيما، احلف والنبي. خلاص، والمصحف خلاص، انا جاي لك برجلي وبقول لك عايز اركن عندك. طلعي لي بقى بطاقه واكتبي فيها ده بتاعنا. بحبك يا حتتي. وانا بموت فيك يا مزتي. حضرتك تشرب ايه؟ لا تمام، احنا شربنا اصله شربنا. لا دي محتاجه اشعه، محتاجه اشعه. طيب انا هخلع انا بقى، انا عايزك تبقي مطمنه بكره. ها انا اتفقت انا وجاسم مع نادر على كل حاجه، المشوار ده متامن ومتظبط، انا في ظهري. او نرجع للست الغلبانه دي فلوسها، مش عارف انا حرق ونار. يو وحشنا يا كوريا. شايفتك معجب بالمصنع. لا كويس حلو. انا كمان بفكر ان انا وانت نتشارك فيه، ايه رايك؟ بفكر وبشوف. سوري معلش، رساله بس اشوفها. اتفضل. يا فندم، يا رب يكون المصنع عجب حضرتك. ايه حلو كتير. لا يا فندم، ده احنا عندنا كمان عماله مدربه على اعلى مستوى، ده غير المعدات الحديثه يا فندم. وان شاء الله اصنع قريب باذن الله. كتير. وين بتجيبوا الماكينات؟ احنا بنستورده من المانيا يا فندم، وده احسن مكان بيجيب منه مكن. عشان يا فندم. بقول ايه؟ ممكن دقيقة لو سمحت؟ ادردش معاك بس شويه. خليكن.
بص يا دينا، انا حاسس ان المكان اللي هو بيقول عليه احدث حاجه ده مش احدث حاجه ولا حاجه. وبعدين مش عارف ليه زي ما بيقولوا عندنا في مصر كده قلب موجود، حاسس ان في حاجه. بس كيف؟ هو بيقول انه احدث ماكينات على مستوى العالم، وانت كنت من شوي معجب بالمصنع. مش عارف قلبي اتقبض فجأة كده. بصي أنا طول عمري بتعامل بإحساسي بيني وبين ربنا عمار، اللي بحسه بيطلع صح. فأنا حاسس إن في حاجة غلط. بقول لك إيه، هتيجي نقعد في العربية في التكييف شوية؟ يمكن الشمس والحر مش مخليني عارف أعبر لك يعني. يمكن لما نقعد ونهدى في التكييف أعرف أقول لك اللي جوايا. تعالي اتفضلي. احنا رح نمشي؟ هنلف شوية كده لفة صغيرة بالعربية. انت كتير غريب، انا مو فهمتك. لوين بدنا نروح؟ بس ناخد روحك يا روح امك. امال انتوا لازمة اهاليكوا ايه؟ طول بالك يا كبداكي. اهدى خلينا نفكر بعقلنا. الامور ما تتخذ بالطريقه هذه. امال تتاخد ازاي يا شيخ جاسم؟ مش انت اللي قايل لي عندك مصنع وانك مسيطر؟ تتاخد من قدام عينيكوا كده عادي؟ هو قد ايه واحده راجعين يا فندم؟ هتصل بنادر بيه وبلغه يا فندم. كلمه في السكه، يلا كله على عربيته، طيران ورا مروان يمكن نلحقه. بسرعه وانت اخذ سيارتي. واسمع، اي شيء تحتاج اتصل فيني، انا تحت امرك. واذا لقيت الاخت كوريا اخذها واتصل فيني. متشكر يا شيخ جاسم. العفو، مع السلامه. يا سوق، انت فين؟ طب اجهز انا حد عليك دلوقتي. فهمك لما اجي. يلا سلام. يعني مفيش طريقه ان احنا نرجع فلوس هايدي غير ان كوريا تنصب على مروان؟ ما تقولش تنصب يا بابي، دي فلوسنا. بعدين مروان هو النصاب والحرامي. بس انا قلقانه قوي على كوريا يا نادر. ما تقلقيش يا هايدي، قولي الحمد لله ان احنا نجحنا في نص الخطه الاولاني وانتي خدتي براءتك. النص اللي جاي اسهل بكتير، وانا متابع مع البودي جاردات. بعدين ما تنسيش ابراهيم معاها، يعني هي مش لوحدها، فما تقلقيش. الو، ايه؟ مروان خطفها؟ الكلب كداكي انت يا بت، مين اللي زقك عليا؟ ها؟ انت عارف انا خسرت كام؟ 25 مليون دول ولا حاجة قصاد ان انا اعرف مين ولاد الكلب اللي زقينك عليا. ها؟ قول يا بنت، قولي وانا انغنغك. انت فاهمة؟ هنغنغك واخليكي تعيشي العيشة اللي امك حتى ما تحلملكيش بيها. انطقي وقولي. كده تلف على خلقة ربنا. الله يسامحك، الله يسامحك. انت يا بنت خلاص انا وقفني. كوريا جوه يا سوق. والله على ما كداكي كان جاي عشان اي حوار. اسمع كوريا جوه. بتعمل ايه هنا يا ابراهيم؟ مروان جوه يا بنت. معرفش. ردي عليا، مروان جوه. هو انت مراقبني ولا ايه؟ مروان فين؟ معرفش. طب
خليها معاك يا سوكا بقى لغايه ما نعرف. تعالى يا اموره معايا. سيب انت. اوعى اوعى بس. انا لو اتكلمت انا بقصدك وشي خليك زي وشي. يا بس يا بنت. آسف يا ديما هانم، آسف. معلش أنا آسف. قوليلي بقى كده، هنفضل باصين لبعض كتير؟ تعرف إبراهيم كبداكي منين؟ تعرف الواد ابن بطن البقرة ده منين؟ يا بت انتي ايه؟ ما بتخافيش؟ انا ما بخافش الا من خلقي. لازم اوديكي ليه ويبقى منك لله. منك ايه لله. مكانك يا كبداكي. كويسه يا بت. لا 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 لا، ده انتوا طلعتوا معرفه قديمه بقى. ما هي دخلة الشاطر حسن دي عشان ينقذ ست الحزن، تبقى الحته بتاعته. يلا حبيبي يلا عشان تموت جنبها يا حبيبي. يلا. بص يا مروان، انا هاخد كوريا وهنخرج بالليل. قديم قوي الفيلم ده. تروحي معايا ابراهيم مات. ابراهيم مات. مين وراكي؟ هجيب لك كاس. رايح على سوق اسمه امي. انا احبك. هاخد الشهاده ولا تقوم ورايا؟ انت كويسه؟ يلا يلا حبيبتي يلا. ايه ده؟ كوريا قومي يا بت قومي. سيبني. اسكتي. خليها تمشي خليها امشي. تروح في داهية. ماشي. الف سلام عليك يا كوريا. وانت مالك يا صاحبي؟ ايه ده؟ ايه الدم ده؟ الف سلام عليك. خلاص مالك يا حبيب قلبي؟ مالك يا كوريا؟ خلاص مفيش حاجه. خلاص في ايه يا كبداكي؟ خرجنا. انت طمنا عليك بس. ايه الدم دوت؟ كوريا كوريا الحمد لله على السلامة يا كوريا. الحمد لله على السلامة. كويسه؟ الحمد لله على السلامة. مروان شفتي بتلفي وترجعي لي زي القرش الممسوح. روح هاتيلي دكتور بسرعه. انت ايه؟ ليه كل ده؟ ها؟ انت مش مكفيك كل اللي عملته فيا؟ لسه بتأمرني؟
بسرعه. مش هجيب لك بالتلاوة. انت بتاعي انا يا مروان، ومحدش هيقتلك غيري. انت فاهمني؟ محدش هيقتلك غيري. النبي صعبانين عليا العيال دول. امهم ماتت وابوهم رميهم واختهم هيتحكم عليها بالاعدام. ما بالهمش حد الا ربنا وانتوا. بس انا مبسوطه ببابا قوي، زي ما يكون لقى روحه فيهم، بيقضي معاهم اليوم كله لدرجه ان انا بقيت اغير منهم. طيب اقوم انا بقى الم هدومي والبس على ما اخلي شكري يجي عشان نروح نشوف الشقه الجديده اللي جابها لنا في الحاره. وانا هعدي عليكي بكره بدري نبص على المحل اللي انتي قافلاه، نشوف بقى هنوضبه ازاي وهنعمل فيه ايه. لازم نبتدي نشتغل. والنبي انا ملدد عليا نزولك للحاره وشغلك فيها من تاني. كان نفسي ارجع لك فلوسك كلها على داير المليم. انتي جبتي لي البراءه اللي اهم من الفلوس، وبعدين انا مش عايزه اروح الحاره عشان الشغل. لو على الشغل بابي او نادر ممكن يلاقوا لي شغل في اي حته. انا عايزه ارجع الحاره عشانك وعشان انا حبيت المكان وعايزه اديه زي ما اداني. ماشي يا جول. السلام عليكم. ازيك يا كوريا؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا يا نادر. ازيك يا هايدي؟ الحمد لله. ابو طالب بيه ازي حضرتك؟ اهلا اهلا. ليك وحشه والنبي يا دكتور. دكتور تاني يا هو انت ما بتتعلميش مني حاجه يا كوريا؟ يا اخويا فكك مني بقى، مش الفيلم خلص خلاص؟ لا لسه ما خلص. يعني يعني هايدي هانم، تحبي الفلوس بتاعتك تتحول على انهي حساب؟ ولا تحبي تصرفيهم كاش ولو اني اشك ان المبلغ كبير شويه؟ فلوس ايه؟ انا مش فاهمه حاجه يا نادر. فلوسك اللي مروان نصب عليكي فيها، ال 25 مليون دولار. مالهم؟ تحبوا تاخدوها ازاي؟ ناخدها ازاي يعني ايه؟ اذا كان مروان مات ومالوش ورثه، والفلوس دي المفروض تروح للدوله، ده لو اليونان اصلا افرجت عنها. الكلام ده مش مظبوط يا هايدي، لان مروان ليه ورثه. ورثه مين؟ مراته. مراته مين؟ حضرتك. ايه؟ يا حبيبي مروان طلق هايدي قبل ما يسافر. ابو طالب بيه، مروان طلق هايدي شفوي، كتب لك ورقه انت طالق يا حبيبتي. لكن وهو بيهرب فعلا ما كانش عنده وقت يروح للمأذون ويوثق الكلام ده، وبالتالي انت قدام الحكومه مراته، ولما مات تبقى انت الوريثه الوحيده ليه. وانا كلمت البنك والسفاره في اليونان وخلصت كل الاجراءات معاهم، والفلوس جاهزه على التحويل. زغرتي يا كوكي. الله اكبر. والنبي انت ربنا راضي عنك ونيتك صافي. الحمد لله. ما حدش هيخلص الحكايه دي الا الراجل ده. اسمعوا بقى، الفلوس دي مش بتاعت انا لوحدي. اولا انا هعمل براند باسمي وهفتح مصنع اللبس اللي طول عمري بحلم بيه، وكوكي هتبقى شريكتي. انت بقى يا دكتور نادر هتظبط لنا كل حاجه وتخلص لنا الموضوع. لا 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 اهدي شويه يا دكتور. ايه مصنع يعني كبداكي؟ اسمعي مني، ده كبداكي لعبته المصانع كده اهو. مصانع يعني كبداكي.